في عالم الفن في شخصيات محفورة في أذهاننا وقلوبنا، ما نقدرش ننساهم بفضل خفة دمهم وأدائهم المميز. النهاردة هنستعرض معاكم واحد من أبرز فنانين الكوميديا اللي أمتعنا بابتسامته وأضحكنا بأدواره المتنوعة. ده الفنان الراحل طلعت زكريا. اتميزت أدواره بالطابع الشعبي الكوميدي، وترك طلعت بصمة كبيرة في السينما والتلفزيون المصري والمسرح. تعالوا نتعرف عليه أكتر ونستعرض محطات في حياته وأعماله اللي جعلته أحد رموز الكوميديا في مصر. اتولد طلعت زكريا يوسف في 29 مارس 1960 في اسكندرية، وبدأ مشواره الفني بداية من الثمانينات، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ودخل الفن عن طريق مسرحية الشخص سنة 1982. المسرحية كانت من إعداد الشاعر أمل دنجل. أحب الفن جدا وبرع فيه، وكان له شخصية مختلفة عن باقي جيله علشان حسه الكوميدي. في عالم الفن في شخصيات محفورة في أذهاننا وقلوبنا، ما نقدرش ننساهم بفضل خفة دمهم وأدائهم المميز. النهاردة هنستعرض معاكم واحد من أبرز فنانين الكوميديا اللي أمتعنا بابتسامته وأضحكنا بأدواره المتنوعة. ده الفنان الراحل طلعت زكريا. اتميزت أدواره بالطابع الشعبي الكوميدي، وترك طلعت بصمة كبيرة في السينما والتلفزيون المصري والمسرح. تعالوا نتعرف عليه أكتر ونستعرض محطات في حياته وأعماله اللي جعلته أحد رموز الكوميديا في مصر. اتولد طلعت زكريا يوسف في 29 مارس 1960 في اسكندرية، وبدأ مشواره الفني بداية من الثمانينات، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ودخل الفن عن طريق مسرحية الشخص سنة 1982. المسرحية كانت من إعداد الشاعر أمل دنجل. أحب الفن جدا وبرع فيه، وكان له شخصية مختلفة عن باقي جيله علشان حسه الكوميدي.